يعني لو ما عنديش دبس الرمان مش هعرف اعمل السرفيز الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هعمله وهعمله بمكون موجود في كل بيت، والطعم بقى في حتة تانية. كمان عملنا جنبها بطاطس بالطشة، ودي بقى لو ما جربتهاش يبقى فايتك كتير. وكمان الأكلة بتاعتنا النهاردة اقتصادية جدا، لأن السرفيز الحلو اللي انتوا شايفينه ده اتعمل بس من نص كيلو كبد فراخ. ما تيجوا نشوف ايه بديل دبس الرمان اللي استخدمناه في أكلة النهاردة، وفعليا هو هيغنيني عن دبس الرمان تماما. يلا نبدأ بسم الله. عندي هنا نص كيلو من كبد الفراخ، جبتها نضفتها كويس قوي وغسلتها كويس قوي وشلت منها اي تجمعات دموية. بعدين حطيتها كده على مصفى ونزلت عليها بعصير ليمونة كاملة زي ما انتوا شايفين. بعدين عطيتها كده تقليبة سريعة عشان الليمون يشيل منها كلها اي زفارة موجودة فيها. بعد كده قصيتها بالمقص لقطع كبيرة، انا بستسهل المقص جدا احسن بصراحة من السكينة. السكينة بحسها بتهريها كده ومش بتخليها محافظة على شكلها ولا قوامها. عملت كده الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، هركنها بقى على جنب. بعدين جبت بقى هنا 3 بصلات متوسطين، بدأت ان انا اقطعهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جوانح رفيعة عادي جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام، أكلة سهلة جدا وسريعة وكمان بتفتح النفس جدا وكمان اقتصادية. تمام، عملت كده الكمية بتاعتي كلها. بعدين جبت كده صينية سخنتها كويس قوي على النار، وبعدين حطيت فيها شوية من الزيت، بعدين رشة من الملح، بعدين نزلت بالبصل وهسيبه هنا لحد لما يتكرمل وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هرفع بقى البصل بتاعي كده على طبق واركنه على جنب، وفي نفس الصينية هحط شوية كده من الزيت والنار زي ما هي عندي عالية، وهنزل بالكبد بتاعتي كده ومش هقلبها خالص. هديها بقى رشة فلفل اسود، رشة كمون، رشة كزبرة، واسيبها لغاية لما تشد كده وتتشمع معايا. بعدين هبدأ اني اقلبها بالراحة جدا عشان برضو ما تتهريش مني. بعد بقى ما الكبدة بتاعتي كده شدت ومسكت نفسها، هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم وهديلها تقليبة سريعة. بعدين هنزل بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة واديها برضو تقليبة، دي هريسة الشطة اللي عملناها مع بعض. بعدين هنزل بقرنين فلفل بارد كنت مقطعاه، وكمان البصل المكرمل بتاعي، وهديهم كلهم تقليبة سريعة كده مع بعض. نيجي بقى لبديل دبس الرمان، وهو 3 معالق كبار من العسل الاسود وعصير ليمونة كاملة. هقلبهم مع بعض، وقبل ما اطفي على الكبدة هضيفهم كده على الكبدة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وادي لها تقليبه وهخليه يغلي غلوه واحده بس مع الكبده، وبعدين اقدمه. هنا بقى عملنا البطاطس بالطشه كده وقدمناه وبالهنا.